كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا يا رب. النهاردة بقى جات لي هدية زي ما انتم شايفين كده، شنطة من ابو عوف. فقلت لازم أنا النهاردة اشارككم وانا بفتحها ونشوف مع بعض هي فيها ايه. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. تعالوا نفتحها بقى كده ونشوف فيها ايه بالظبط. انا كده فتحت الشنطة، تعالوا نشوف بقى مع بعض كده ايه الحاجات اللي موجودة فيها. بسم الله. زي ما انتم شايفين ده كيس عين الجمل، وده حجمها. دي اول حاجة كده في الشنطة، عين الجمل، الكيس بتاعه الحجم بتاعه ده زي ما انتم شايفين كده. حاجة جميلة جدا وحاجات الصراحة جميلة. تعالوا نشوف ايه اللي بعد كده. بسم الله. الكيس التاني ده معانا قراصية. الوزن بتهيألي كده كيلو، لان ما شاء الله الكيس تقيل. وطبعا حجم القراصية يعتبر متوسطة مش كبيرة قوي. طبعا الشنطة جات لي الصراحة، انا قلت ايه لازم أنا افتحها معاكم عشان نشوف مع بعضينا كده ايه الشنطة فيها ايه. ده كيس زبيب، على ما اعتقد ان هو ممكن يكون نص كيلو. شايفين حجم الزبيب، انا مقربه ليها الكاميرا اهي، شايفين الحجم بتاعها ما شاء الله كبير. ومعانا كمان المشمشيه، على ما اعتقد برضو ان هي نص كيلو. على ما اعتقد كده ان هي نص كيلو. ده جوز الهند. جوز الهند دي ناعمه، و بتهيألي ربع كيلو، دي كيس ربع كيلو. معرفش الكيس دوت شايفينه كده، ده جوز الهند، انا شايفاه ان هو جوز الهند، بس معرفش كاتبين عليه مكسرات وفواكه مجففه، فمش عارفه هو ايه بالظبط يعني، بس هو جوز الهند قدامكم اهو شايفينه اهو زي ما انتم شايفين كده، بس هو جوز الهند. مش عارفه. وكمان في لفه قمر الدين، وكمان البلح اللي هو التمر، اللي هو البلح الطري. ما شاء الله يعني الشنطه تعتبر حلوه قوي، وشكرا جدا للي جابها لي. زي ما انتم شايفين كده، ده ما شاء الله محتوى الشنطه بتاعت ابو عوف. زي ما قلت لكم في كيس عين جمل اهو ما شاء الله. وعندنا زبيب، وكيسين جوز الهند، واحد ناعم وواحد اللي هي الخشنه المبشوره، وكمان كيس قراصيا كيلو اهو ما شاء الله. وكيس مشمشيه، ولفه قمر الدين، وعلبه بلح اللي هو الطري. ودي كانت محتوى الشنطة، وكنت لسه اول مرة افتحها معاكم، فقلت اشوف بقى كده محتوى الشنطة معاكم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا جدا لوقتكم على المشاهدة.